دلوقتي انا جاهز للعملية. دولي. من الواضح ان البنت اللي كانت بتقول انها بنت مبارك كلامها صح. اي نعم، هي ممكن تكون هي ذات نفسها مش بنت مبارك، بس عملت كده عشان تعمل الترند اللي عملته ده، عشان توصل كلامها للناس كلها. في فيديو كده منتشر، انا عايزكم تتفرجوا معايا عليه، وبعد ما نتفرج عليه هنتكلم مع بعض شوية. انا دلوقتي انا جاهز للعملية. دولي. ده الدكتور اللي هيعمل لي العملية. خدت بالكم من حاجة؟ ابراهيم شيكا داخل يعمل عملية في عيادة في عمارة عادية. طب ده لو واحد عنده كانسر يخش يعمل عملية لاستئصال ورم او لأي شيء يكون في البطن او جراحة كبيرة في عيادة عادية، طبعا الموضوع فيه لعب. لازم نراجع نفسنا تاني ونسحب كلامنا اللي احنا قلناه الاولاني ان البنت دي كلامها مش مظبوط، لان انا بني ادم بفكر، يعني بحاول افهم الدنيا ماشية ازاي. مش من المنطقي خالص ان يكون واحد عنده مرض جامد زي ده وداخل مكان زي ده. نراجع حساباتنا تاني، مع العلم كمان ان البنت بتقول ان هي متمسكة بكلامها جدا، وبتقول للناس كمان راجعوا وراهم ودوروا وراهم كويس جدا، هتلاقوا دلائل كتيرة جدا تثبت ده. في فيديوهات تانية معايا هي منتشرة على السوشيال ميديا عامة، بس الفيديوهات دي انا ما يعني كنت بسأل نفسي هل هي صح ولا غلط. كنت متردد لان مفيش فيها اي دلائل لاي شيء، مع ان برضو لما دخلوا على نور الدين اول مرة لما راحت له سلمى الرحالة كان البيت عادي ومتنضف، بس ما كانش ازاز المية وكراتين المية الكتيرة دي. تاني مرة لما راحت له عشان تثبت للناس ان هو كويس، في الفيديو ظاهر ان في كمية غريبة جدا من المية. عم احمد اهو الراجل عايش. لا خلي اضاءه خلي اضاءه الاضاءه. ماشي يا عم احمد، الراجل اهو وعايش ومية مية. الناس دخلوا لي امبارح في اللايف وناس منزله وجايبه 100,000 مشاهده مريض الكلى ما ينفعش يشرب، او اللي مستأصل ما ينفعش يشرب ميه عادية. لازم نراجع حساباتنا تاني. مع السلامة.